والله العظيم اقسم بالله الواحد بقى بيشوف حاجات في الكوره كوميديا كوميديا. يعني اداره ليفربول قعدت شهر كامل بتحاول تتعاقد مع الكسندر ايزاك وتفاوض اداره نيوكاسل وتجيبها يمين تجيبها شمال، مش نافعه وبايظه من كل النواحي لحد ما زهقوا منهم وقال لهم مش عايزينه، وراحوا جابوا هوجو اوكيتيكي مهاجم فرانكفورت ب 95 مليون يورو. 95 مليون يورو. والكوميديا بقى ان تاني يوم اعلان الصفقه نيوكاسل بيتلقى خبر صادم من الكسندر ايزاك بيقول لهم كده من الاخر احنا كل واحد فينا لازم يروح من طريق، انا عايز اشوف لي فرقه تانية. والكوميديا بقى لو مفكرها وقفت لحد هنا حابب اقول لك تبقى غلطان. ليه بقى؟ لان اداره ليفربول بعد ما سمعت الخبر ده قررت انها تخش في الخط من تاني، هتبدا فعليا مفاوضات مع الكسندر ايزاك عشان يجي الفرقه. ده مش كلام من عندي والله، ده فابريزيو رومانو الراجل هو اللي قايل مش انا. يعني تخيل تبقى متعاقد امبارح مع مهاجم ب 95 مليون يورو، 95 مليون يورو، والنهارده بتفكر تتعاقد مع مهاجم في نفس المركز اقل حاجه هتدفعها فيه 120 130 مليون. فازاي بقى؟ ازاي بقى؟ انا عايزك تقنعني ازاي ده اداره برشلونه جابوا ماركوس راشفورد بالقسط وخايفين من الحسد. قال لك